السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معكم لسه وصفات سهلة بسيطة. هنعمل بقى النهاردة كبدة بلحمة بطريقة مميزة جدا. لو في اي حد مبيحبش الكبدة او ما بيحبش اللحمة هتحبيها جدا وهتأدمنيها كمان. دي هدية العيد مني ليكم. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يجعله عيد سعيد عليكم ويرزقكم يا رب بالخير كله. حاجة كده تحفة. اتأخرت في الهدية شوية بس معلش، ان شاء الله تلحقوا برضك تعملوها. بصوا يا جماعة، حاجة كده فظيعة لازم تجربوها بجد. هتدعولي دعوة حلوة قوي لو جربتوا الوصفة دي. طعمها حلو قوي قوي قوي. دي يا جماعة مش لحمة متحمرة ولا كبدة متحمرة. تابعي معايا الفيديو الاخر وانت هتشوفي معمولة ازاي. بطعم مميز جدا جدا. يلا بقى اعملي اللايك ومتابعي القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو شاركيه مع اي حد من حبايبك عشان الكل يستفيد وقناتي تكبر ان شاء الله باذن الله بيكم. حاجة كده وهمية يا جماعة، وهمية. مهما تاكلي منها ما تشبعيش. تعالي نشوف بقى الحاجات الحلوة دي عشان مش صراحة مش قادرة اقاوم يعني. عملناها ازاي؟ معايا بقى كده حلة ناشفة تماما مفيهاش اي نقطة مية. حطيت فيها اللحمة اي كمية انت عايزاها، كتير قليل دي بتاعتك. انت اهم حاجة تاخدي الفكرة بالظبط. اللحمة يكون بس فيها شوية من الدهون، معلش هي الوصفة دي بتحتاج شوية يكون شوية كده دسمة. لو مش عندك كمان حطي حتة من الدهن زي ما انا حطيت كده دلوقتي. وحطيت بقى حبهان وحط رشة من الفلفل الاسمر. وحط بقى الحلة على عين عالية جدا يا دوبك لمدة بس دقيقة واحدة. الحلة تسخن وروحي بقى موطية ومغطية. توطي خالص وتغطي لحد ما تشوفي بقى المنظر اللي انت شايفاه ده. هتلاقي بقى بكة مية، يعني نزلت المية بتاعتها. ومش احنا مش حاطين اي مية خالص، المية بتاعت اللحمة. نسيبها بردك على النار هادية خالص مغطية لحد ما تشوفيها بقى خلاص شربت كل السوائل وبدأت تلسوعت كده. ننزل بقى عليها بنص كوباية من المية السخنة، ولازم مية سخنة عشان ما تبطلش عملية السوا بتاعتها. الحركة اللي انت شفتيها دي مش محروقة، انا مش سايباها، لا انا قصدي اعمل كده عشان تاخد لون حلو. اللحمة تاخد لون حلو كأنها اصلا متحمرة. ومش مقصره فيها زي ما مش مقصره خالص فيها. زي ما قلت لكم بقى كده هنسيبها بقى خالص وطي عليها وكل ما تعوز تحط لها نص كوبايه من الميه السخنه. خلاص بقى كده خلاص هي استوت معايا تماما. هبدا بقى احياها. حطيت لها بقى نص كده معلقه من الملح، ما كتريش ملح قوي عشان خدي بالك الكبده بتقبلش ملح، ونفس النظام اللحمه قوي مش من النوع اللي بتقبل ملح. حط لها كمان نص معلقه كده من الزبده البلدي. توديها في حته تانية خالص، تديكي كانك انت بالظبط محمره الكبده واللحمه في زبده بلدي. اما هي مش متحمره زي ما انت شايفه كده، هي يعتبر معموله ني في ني. معايا بقى كده الكبده مسكتها انا خرطتها بالشكل اللي انت عايزاه. هي دي بتبقى مش متقطعه ولا طويل ولا مربعات، بتبقى ليها شكل كده زي ما انت شايفاها كده في الفيديو، مش هعرف اوصفه لك بصراحه. وحطيت لها كمان رشه من الفلفل الاسمر. وتعالي اقول لك بقى على حاجات مهمه جدا للكبده عشان ما تبقى زفره معاكي وتبقى حلوه جدا. الكبده عشان تعمليها اولا ما تجيش نقطه ميه خالص. لو انت جبتيها من عند الجزر ولقيتي فيها كده دم، ابداي نشفيها بمناديل المطبخ. دي مهمه جدا ما يبقاش فيها اي نقطه ميه. السكينه اللي بتقطعي بيها مش فيها نقطه ميه. الطبق ايديكي اهم حاجه مفيش نقطه ميه خالص عشان ما تبقى زفره معاكي. تحطيها عشان تقطعي التقطيع مظبوط. حطيها في التلاجة في الفريزر شويه تجمد تعرفي تقطعها مظبوط. زي ما انتم شفتوا كده انا بدايه ما حطيتها قلبتها وبدات ان انا غطيتها لمده بالظبط 10 دقايق. هتطلع معاكي مستويه زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه تغطيها ما تقوليش دي انا عايزاها تنزل ميتها كده كده. الحله اصلا سخنه فمش هتنزل ميه زي ما انت متخيله يعني. هي بس الميه اللي هتنزلها اصلا هتبدا تشربها تاني وهتفضل معاكي جوسي وطعمها تحفه يا جماعه. لازم تجربوا الوصفه دي بجد. هي دي بالنسبه لنا هو العيد. احنا بنعمل اللحمه بكبده دي يوم الوقفه وبتبداي تاكلي بيها طول يوم العيد. لان بجد بجد لو عملتيها انت مش هتبطلي تعمليها اصلا. هتستني العيد الكبير من العيد للعيد عشان تعملي الوصفه دي. طبعا في اي يوم في السنه يعني ممكن تعمليها، بس طبعا العيد الكبير يعني بيبقى هو اساس الحاجات دي يعني. فبجد بجد خطيرة يا جماعة. اللحمة جوسي جدا. الكبدة برضك جوسي قوي، طعمها حلو قوي فظيعة. يلا بعملوا لايك وسويلي تعليق حلو. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يجعلها سعيد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.